السلام عليكم بنات، وتعالوا نكملوا باقي الأصناف اللي درناهم في عزومتنا. الفيديو اللي قبله ودينا الدجاج وودينا الرز بالخلطة وتوجه دور المبطن. حطينا المكونات والتوابل كلها مع بعضها وحطينا طماطم الحكة، لازم ماما تحط له شوية سمن، وعندنا صفار الدحي وطبعا معدنوس وبصل والحم مفروم. نخلطوهم كويس كلهم مع بعضهم ونجيبوا البطاطا اللي وديناها من اليوم اللي قبله وفتحناها وحطيناها في مية باش تحافظ على لونها. نعبوها كويس، وأهم حاجة إن نضغطه نساوه ونخلوه السطح أملس باش في التلبيس يجينا شكله مساوي، وهذا ناخدوا بياض البيض فقط، نزيدوا شوية زيت وملح ونخلطوا لين يولي قوامه سميك. وعندي طنجرة الجرانيت من سما، المقبض متاعها متحرك، تقدروا تدخلوا هالكوشة في أي وقت. لما يبدأ عندكم هلبة حاجات فوق الغاز تقدروا تنحوا المقبض باش تتحركوا بكل سهولة. طبعا مانعة للالتصاق، توزيع الحرارة فيها جدا ممتاز. نقول لكم إن المبطن كيف تبوا تقلوه تحطوه في الدقيق على طول باش الشكل يجيكم مساوي، وفي نفس الوقت ما يديركمش نقطوا السود. بعد دقيق نغطسوه في القوام اللي درناه بالدحي أو الخلطة في الغاز بنات على طول. أهم حاجة النار تكون متوسطة، ما تكونش عالية هلبة باش يجينا ذهبي ومهبز وقنين. أما طاجين الطبقات فعندي طاوة حتى هي من سما سان ستيل، هلبة جميلة وعملية، وحنوريكم الطاقم كامل متاعها. وكأنه بتديروا حشوة بوريك، بصل سلك وجبنة وملح وفلفل أسود. وفي نفس الوقت حطيت شرايح من البتنجان لين تقلوا كويس، تقدروا تزيدوا عليه حتى البطاطا الطاجين هذا، لكن أنا نحبها بالبتنجان أكتر. وتعالوا نوريكم مجموعة سما ستان ستيل تبارك الرحمن، في منها 12 وطنجرة وكسكاس وطاوات وأحجام، والتنوع هلبة كبير فيها. موزعة الحرارة، أهم حاجة تخلوها تسخن كويس قبل ما تحطوا لها أي حاجة فوق النار. سن ستيل بصفة عامة لما بتحطي فصل الأكل وهو مصقع يبدأ الأكل يلصق. ومع طنجرة سما مجرد ما تسخنيها شوية تنسي حاجة اسمها الصوت. جديات الله يبارك عليها، وتوزيع الحرارة جدا ممتاز وعملية ومريحة، وما تقوليش إن هي بتقدم حدوم معاك سنين بإذن الله. طبقة المفروم في الطاجين نديروها كأننا بنديروا بوريك بالسمن، شوية حرارات وقرفة، وبعدين عندنا هنا الدحي نحطوا له شوية كريمة، نحطوا له ملح، بيكنج باودر وشوية فلفل أسود، وناخدوا خلطة المفروم نزيدوا عليها الدحي ونزيدوا عليها شوية معدنوس، ونجيبوا الطاجين متاعنا يا بنات نستفوا فسطة شرايح البتنجال، وبعدين نحطوا فسطة طبقة المفروم اللي خلطناها كويس بالدحي، لازم تكون جارية. طبقة المفروم شو بنديروه؟ بنحطوا جبنة شرايح نستفوها على كبرها. بعدها باش نجيبوا الخلطة متاع السبانخ اللي حتى هي نفسها ضايفين لها شوية من الدحي لين تولي بالقوام هذا، ونحطوا جبنة شيدر وموتزاريلا من فوق. ندخلوا الطاجين للكوشة، هذا لأن احنا كمية كبيرة. أما لو تبي تديري كمية لعيلتك، عندنا طواجين الفرن هادول الجرانيت من سما تبارك الرحمن عليهم، يمشوا للطواجين يمشوا لكل شيء، سواء في الحلو أو في الحار، حتى هم مانعات للالتصاق، يعيشوا ويدوموا معاك بإذن الله. حتحتاجوهم هلبة في رمضان بالذات للطواجين والحاجات اللي تبي الكوشة والحم المحمر وأنواع الدجاج بصفة عامة. فسما أبدعوا في كل شيء. وهذه آخر وصفة عندنا، ناخدوا شوية توابل مخلطة، نفس التوابل اللي بتستخدموها في القلاية يا بنات أو الحم المحمر، نحطوها هيك نخلطوها ونصبوها فوق الحمات، حتى هم حطيناهم في طنجرة سما الفظيعة. وهيك الطاجين متاعنا واتي وحاجاتنا كلها واتية تبارك الرحمن. كيف طلع الطاجين وبطناتنا الله يبارك، وحتى اللحم طلع ما شاء الله. طبعا الفيديو اللي بعده يا بنات بإذن الله هنصور لكم طريقة التقديم وكيف حطينا تفاصيل اللي يحبها قلبي، لكن لو بنحطها في الفيديو هذا حيكون طويل، فخليكم للجزء الثالث اللي حيكون فيه تفاصيل اللمة كلها زي ما قلت لكم. والسلام عليكم.